النهارده جاي لكم بمطعم جديد بيعمل حلو وحادق، سندوتشات حلو وحادق باسعار مظبوطه في الوقت اللي احنا فيه ده. ترى الحاجه الرخيصه الحلوه اللي تكيفك وفي نفس الوقت حنينه عليك. تعال اوريك احنا جايبين مطعم ايه النهارده. عبد او عباد زي ما هي مكتوب. المطعم ده بيعمل سندوتشات حلو وحادق، فتح جديد في الشعبيه. شكل الحاجه عنده كده حلو، وفي الصور شكل الحاجه مغري جدا، واسعاره حنينه. واكتر حاجه بقى عجباني في الكلام ده كله الحته اللي تشوفها في اخر الايه، في اخر الريسيت هنا كده تلاقيه مكتوب علموا اولادكم القدس عربيه، تمام، هنا فلسطين. دي حته تحترم منهم. تعالوا بقى نشوف جبنا النهارده من عبد. احنا جايبين من عبد تقريبا، حاولنا نغطي المنيو كله في كل حاجه، يعني جبنا فاهم تاتشات كده من كل حاجه. هنا 3 حادق، وهنا في 2 حلو، واحد كندر وواحد اوريو، مورو اوريو شوكولاته بيضاء، يعني دي شوكولاته بيضاء وده رانجيلو. دول بقى الكارثه، سميهم الكارثه. ده سندوتش مدلعه بصوا، بتاع ده هيطلع صوت وهيضايقكم. تخش بايدينا بقى. دول عايزين تشميره حلوه كده، نسمي الله. دول صعبين بصراحه، انا هسيبهم شويه. دول مدلعه بلس 115 تقريبا 108 حاجه كده، يعني في الحدود دي. شكله جريمه لوحده، حاجات بصوا متغرقه. ودول شكلهم جريمه. تعالوا بس نخش على الحادق الاول نشوف الحادق بيقول ايه. اقول لكم الاسعار كده. الحادق دول فاهيتا مشكل جبن، اول واحد هنا ده ب 15 جنيه، شيدر بسطرمه سوسيس ده ب 17 جنيه، ميكس عبد حادق ب 22 جنيه اللي هو ده. ده مورو اوريو شوكولاته بيضاء 21 جنيه، كندر 18 جنيه، مدلعه ب 25 جنيه، وده بلس 115 ب 35 جنيه، اغلى حاجه عندهم. نخش بقى الحادق. وده اول سندوتش معانا فاهيتا، مش فاكر اسمه، فاهيتا ميكس جبن. ده فاهيتا ميكس جبن، بصوا مليان بصراحه جبنه كتير جوه. تعالى الله سمي الله وندوق بسم الله. طعمه حلو، طعم الجبن بس حاسس انها مالحه سيكه مع سندوتش، بس اوفر اول سندوتش حلو بس مش بوم. مش اللي اشرح لك عنده، بس هو حلو. تعالى بقى نخش في اللي بعده. وده ميكس جبن سوسيس وندوق بسم الله. ده المفروض شيدر بسطرمه سوسيس، تمام. انا مش شايف بسطرمه وما حسيتش ببسطرمه، ده اول حاجه. تاني حاجه طعم السوسيس مش حاسس بيه قوي. طعم الجبن برضه حادق ضايقني. طعم الشيدر ده عندهم مش قد كده بصراحه، فمحتاج يتغير. تعالوا ندوق السوسيس لوحده كده نشوف طعمه. طعمه ضعيف سيكا، لو تفتكروا جريمه اكل طعمه اقوى من كده شويه، وكان سخن عن كده. هو تقريبا برد مني انا بصراحه، يعني الجو ساقع، جاي من الشعبيه بعيد، فلما وصل بس هو حلو، يعني تحسه كواليتي مش رديئه. ده بقى ميكس عبد. ده تحت رومي كتير بصراحه، رومي كتير كتير يعني، لانشون فراخ كتير، وتحتيهم جبنه من اللي هي المالحه اللي مش عجباني دي، وفوق السوسيس. تعالوا يلا ندوق بسم الله. بص ترخيص الحادق عندهم مش هيضايقك، بس مش جامد واو، يعني لو جربته مش هيضايقك. العيش عندهم كمان مش فاتحينه من تحت كده ومن الجنب، فاتحينه من فوق، يعني بصوا الفتحه بتاعته من فوق كده. ففكره حلوه وشكلها حلو. السندوتش اللي بيضايقني في الحادق عنده ترك الجبنه اللي هو مكترها اصلا، هي مالحه سيكه، غير كده الدنيا تمام، يعني السندوتشات حلوه بصراحه. التقييم اوفر اول للجو الحادق عندهم 8 من 10. تعالى بقى نشوف الحلو. تعالى نخش بالايه، بالحلو اللي في الهادي. خلي دول عشان انا اصلا قلقان منهم، خلينا في الايه، في الهادي ده. خلوا ده الهادي، ربنا يسترها علينا. غيبوبة السكر والمصحف. بص الشوكولاته واقعه على الكندر قد ايه. بص الشوكولاته الكندر، بص السندوتش بيبوظ ازاي. سندوتش مليان كريمه والمفروض كندر. يلا ندوق بسم الله. بص قبل ما اقول لك السندوتش ده عامل ايه، زي سبسكرايب عشان انت كمان سبسكرايب، اخلص بقى قبل ما اخلص السنه. يلا بص بقى السندوتش ده طعمه حلو، الكريمه عامله موازنه حلوه للسندوتش. سندوتش ما يجزعكش بصراحه. طعم الصوص كندر حلو، طعمه كندر باين في طعم الكندر، وقلب على شوكولاته بيضه سيكا، بس طعمه كندر وطعمه حلو. فسندوتش حلو وارشحه لك. 18 جنيه كمان سعره حلو. تعال نخش بقى على المورو اوريو شوكولاته بيضه. شكله يا جماعه يخوف، والمصحف شكله يخوف، انا خايف اخش فيه. ندوق يلا بسم الله. السندوتش ده سكر بس، الشوكولاته البيضه مسكره، الاوريو مسكر، المورو مسكر، الكريم مش عامله حاجه وسط الميكس الانسولين اللي ضارب ده. بس بصراحه طعم الشوكولاته البيضاء عندهم رايق، طعم الشوكولاته البيضاء رايق وعجبني قوي.
حسيت بيه بس بالمكونات، حسيت بالمور، حسيت بكل مكون لوحده. سندوتش محترم لو انت من عشاق الحاجات اللي هي المسكره قوي دي. انا اصلا ما بحبش الميكسات دي في السندوتشات عشان بتبقى مسكره بتجزع. بحب السندوتشات اللي هي الهاديه دي، فاهم، اللي هو صوص وكريمه وبتاع بس كده. الميكسات دي مش دماغ انا، مسكره قوي، عايزه حد بيكيف المسكره. اما نخش هنعمل ايه في المدلعه دي؟ تعال نشوف بقى الاختراع الجديد المدلعه ده. يلا بينا نخش بقى على التقايل بقى. الكيت كات والبلاس 115. الكيت كات انا هيست مدلعه والبلاس 115. بس بصوا ده انتوا انا مش غرب، انا كنت بصور الفيديو ده بعد الفيديو اللي فات اللي نزل فات، بنصور في نفس اليوم اللي هو بتاع عم ايوب، عشان داخلين بقى فتره امتحانات وكده، فالواحد مش فاضي قوي يعني، فقلت ايه نعمل لكم الفيديوهات مره واحده كده. فانا اصلا مش قادر، فاهمني؟ فانا باكل دلوقتي والمصحف مجبر مضطر يعني، فهتلاقيني فاهم بنام منك كده في النص اظن. هو حاطط معلقه كمان مع السندوتش، ودي بصراحه حاجه حلوه لان كميه يعني بصوا هنا شايفين الصوص ده كله، ده كل ده واقع من السندوتش. في هنا واقع من السندوتش يعني كتير. تعالوا ندوق كده. سكر، وعايز سكر غلا مش كده. ده المفروض صوص فستق يعني. تعالوا ندوقه عشان في اغلب الاماكن بتعمله مش راكب الفستق. زود على اغلب الاماكن مكان جديد، ده برضه هيعمله من غير فستق. مش راكب الفستق. انا جزعت انا عايز شاي يا جماعه دلوقتي، عايز شاي قهوه عايز حاجه يعني تكئب عليها حياتي مش كده. موضوع اوفر دوز سكر. تعالوا نفتح ده كده. ده في زبيب، ايه ده؟ في كنافه، كنافه بالكريمه، كنافه بالكاستر، في بسبوسه وفي كريمه، في شوكولاته بيضه. المفروض ان هو كان فيه كراميل مش عارف فيه ولا مفيهوش. سندوتش غيبوبه سكر، غيبوبه سكر. بص عامل ازاي؟ مرعب والله مرعب. رد بسم الله. شايفين الكاستر ده؟ حته الكاستر دي هي اللي عامله بالانس السندوتش، خليك مش مجزع عامل السكر يعني. ده تخيلوا بقى ده انا كنت قلق منه، لا مش مضايق قوي يعني. اللي ظبط السندوتش ده ان الكنافه بالكريمه او بالكاستر، فظابطه بالانس السكر هنا، مخليه السكر فاهم بيعلى وينزل كده يعني، بيلحق بعضه يعني. سندوتش زي ده حلو بصراحه، مقدرش اقول مش حلو، بس هو ما فيهوش طعم مدلع قوي، بس هو حلو. تعالى بقى نشيل ده كده، نشيل ده من ده، يرتاح ده عن ده، ونشوف بقى الكارثه دي. بصوا يا جماعه عشان تفهمني بس، ده شكله. شايفين انا داخل على ايه؟ انا داخل على مذبحه تاريخيه. الحاجات دي يا جماعه صعبه قوي تتاكل والله. بصوا الصوص نازل اصلا يعني تقيل تقيل وكتير وشكله مخيف يعني. بعد كده ما تحليش السندوتش بسكر، هات لك شاي بسكر، هات لك بتاع من ده، خد منه معلقه واحده حطها بس في السكر كده. انا مش حطها في السكر، انا بقول ايه؟ الكلام كله داخل في بعضه. ده صباع المفروض يعني بديل الكيت كات من المقاطعه، وعليه من ورا في صوص مورو وفستق وشوكولاته، لازم في حاجات كتير قوي. دوق كده بسم الله. دي شوكولاته بس، بص مش زي كيت كات بسكوت، ده شوكولاته بس. هنا السكر، هنا السكر يا عم، هنا السكر يا عم انت. هنا لازم شاي مع الكلام، لازم معاه شاي. سكر جدا. بس على فكره البتاع ده طعمه حلو، في قطع مكسرات في نص بندق، بندق طعمه حلو بصراحه، طعمها حلو يعني. بس دي تتاكل لوحدها بعيدا عن الكلام ده تبقى حلوه جدا. بصوا اعتبريني دقته، طعمه حلو مش قادر. نقطعه كده الاول. يا خرابي ما بيتقطعش. بصوا انا هاخد منه قطمه، نحاول ان ايه يعني، نحاول نصلبه وناخد منه قطمه كده. هو بيتشالش حتى، لو حاولت اقطعه بيعمل ايه؟ بيطلع كله بره. دوق قطمه بسم الله. هو الحلو عنده حلو يعني، ده مش لاقي حد، ده عايز حد كيف سكريات، ده هيكيفه غرقان يعني. انت لو جبت سندوتش زي ده عايز يعني، انا معايا 2 صحابه واحنا عايزين احنا الثلاثه كده عشان نقدر نخلصه، ممكن ما نقدرش من كتر ما هو مسكر يعني. انت قطمه واحده كفيله تدخلك المستشفى شهرين غيبوبه سكر يعني، مفيش كده. بس طعمه صراحه بيرفكت. طعم الصوص بتاعته حلوه جدا يعني. انت لو جبت زي ما انا بحب كده سندوتش اللي هو الكريمه والصوص هتتكيف جدا. طعمه حلو جدا، الصوصات بتاعته حلوه، طعم صوصات نظيفه. شويه الشوكليت الشيبس حاططها دي، شويه كور كده شوكولاته على شويه سوداني على الايه بيستاشيو اللي هو مش بيستاشيو، بس بقيت الصوص طعمها حلو. بيستاشيو بس اللي مش قد كده، لكن بقيت الصوص طعمها حلو جدا. فخلاصه الحوار ده كله، الحلو عنده كويس بصراحه. الحلقه عنده زي ما قلت لك 8 من 10، كان حلو عنده 10 من 10 بصراحه، جامد جدا. هتلاقي حاجه عنده حلوه هتعجبك. انا حتى الان كله عجبني، بس زي ما بقول لك لو بتحب الميكسات تبقى انت دماغك عاليه في السكر، لو دماغك هاديه في السكر تجيب الحاجات الهاديه شويه. بس كده، ده كانت خلاصه عبد. مش تربطنا لايك شير سبسكرايب في القناه، وتروح تجرب عبد وتقول لي رايك تحت في الكومنتات. سلام.